يا مساء الحلويات عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. معايا النهارده وصفه جاتوه سهل جدا من غير محسن جل، من غير سبونج كمان. هنعمله بالدقيق بتاع البيت. يلا نشوف عملناه ازاي. كوبايه ونص من الدقيق، عليه نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني علشان يكون طعمه حلو، معلقه كبيره بيكنج باودر، ولو عندك معلقه بيكنج صودا يبقى تمام قوي. كوبايه الا ربع من الحليب، بضايه، كوبايه سكر كبيره حبيبات، ونص كوبايه من الزيت يكون ريحته حلوه ونضيف. تمام كده. هنزل بالبضايه واحط عليها حبه فانيليا خام. تقدري تستخدميها الفانيليا السايله زي ما انت محبه. هضربها كويس وبعد كده انزل عليها بالسكر. سكر عادي خالص، انا مستخدمه سكر تموين، يعني حبيباته كبيره وغامقه زي ما انتم ما شايفين. كمان نزلت عليها بكوبايه الا ربع من الحليب، يكون بدرجه حراره الغرفه. كل الحاجات اللي بستخدمها تكون بدرجه حراره الغرفه. هنزل عليها بالنص كوبايه الزيت. اهم حاجه يكون الزيت ملهوش ريحه وملهوش طعم، علشان ما يبقاش طعمه وحش في الوصفه. تمام كده. نزلت عليها كمان بمعلقه خل كبيره، وبعد كده ضفت كل المواد الجافه مع بعضيها. كوبايه ونص من الدقيق المنخول كويس، نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني، عليهم المعلقه بتاعه البيكنج باودر. تقدري تعززي الطعم بمعلقه نسكافيه، هتدي طعم حلو جدا. دي كوبايه كامله من الميه المغليه، ايوه ميه مغليه. ما تقلقيش خالص، مش هتزفر ولا هتعمل معاكي اي حاجه. بالعكس هتشغل كويس جدا الكاكاو في الوصفه دي وهتعزز طعمه. تمام كده. كمان معلقه النسكافيه اللي انا بقولك ضيفيها دي مش هتدي طعم خالص في طعم النسكافيه، بل بالعكس هتقوي طعم الشوكولاته وطعم الكاكاو في الوصفه. في بقى ده صاج مقاس 30 في 40، حطيت فيه ورق زبده، وبعد كده نزلت عليه بكل الخليط. اثناء ذلك كان الفرن عندي بيسخن على درجه حراره 180. سخنته كويس جدا قبل ما احط الصاج، وفي الصاج قعد جوه الفرن تقريبا تلت ساعه، مش اكتر من كده، وبختبره طبعا بخله. تمام كده. وزعت كويس الصاج، خليته متساوي عشان ما يبقاش طالع حته كبيره وحته صغيره. هخبط خبطتين كده علشان الفراغات بتاعه الهواء تطلع منه، وبعد كده سبته بقى يستريح ويبرد خالص خالص. وابتديت اشيل منه الورقه اللي من تحت واسلكها، وبعد كده بشيل الوش زي ما اتعودنا في اي كيك في اي تورته، علشان الوش ده بيكون متلزق كده شويه ومش احسن حاجه ممكن نستخدمه. فبنشيل الطبقه منه اللي على الوش دي، وهي اصلا بتتقشر بكل سهوله. تمام كده. تمام. هقسمها بقى بالنص. انت عندك مسطره بنستخدمها بس للمطبخ. هقسم القطعه اللي معايا نصين، او الصاج اللي معايا نصين، علشان اقدر اساوي القطع بتاعه الجاتو. كريم شانتيه طبعا في النص. الكيك ده مش محتاج خالص خالص يتشرب، لانه فعلا هش جدا وطري قوي قوي، مش زي الاسبونج. تمام كده. ومفرغ جامد جدا. المهم حشيت الكريم شانتيه. كريم شانتيه عادي خالص، وحطيت عليه معلقتين نوتيلا يديني اللون والطعم بتاع الشوكولاته يعني. تمام كده. حطيت على الوش كمان. هبتدي اوزع على الجناب واظبط، وبعد كده ادخلها التلاجة او الفريزر عقبال ما الكريمه تمسك شويه. انا في هذه اللحظه، انا لغايه دلوقتي ما كنتش عارفه اذا كنت هعمله جاتو ولا اذا كنت هطلعها تورته يعني. بس في الاخر اخترنا ان هي تكون قطع جاتو يعني. تمام كده. انا عشان كده قفلت الجناب من كل النواحي، على اساس ان هي كانت هتبقى تورته، وهشربها من كل النواحي. بعد كده يعني بعد ما قفلنا ودخلنا التلاجة اتظبطت، عملنا الجناش مع بعض. عملته كذا مره معاكي يعني في القناه. هقولك على الطريقه بتاعتها. بتبقى عباره عن معلقتين من الكريم شانتيه، هدوبهم على ربع كوبايه من الميه بره، وانزل عليهم بمعلقتين زيت يكون طعمه حلو، وادوبهم على البارد، وبعد كده ارفعهم اديهم غلوه، وبعد كده بكسر فيهم كيس شوكولاته. تقدري تستخدمي الشوكولاته الدارك اللي انا بحب استخدمها، اللي هي الغامقه قوي دي، اللي هي من غير حليب، وتقدري تستخدمي الشوكولاته الحليب. هنا بقى هبتدي اقسم الجاتو زي ما انتم ما شايفين. انت هنا تقدري تطلعي منها من 10 ل 12 قطعه جاتو. انا بحب المقاس دوت، فده مفروض ان هو هيطلع لي 10 قطع جاتو قبل ما تحصل الحادث اللي انتوا هتشوفوه، الحادث الأليم اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وبالنسبه لي ما كانش حادث قوي، لان بجد بجد هتشوفوا الفيديو الجاي عملت بالحادث اللي حصل معايا استغليته ازاي، وازاي طلعت منه حاجة جميلة جدا عجبت الاولاد جدا جدا، وبالنسبة لي كانت حاجة يعني جديدة يعني.
تنفع جدا في شغل الحلويات، تنفع في اعياد الميلاد. استنوا الفيديو الجاي، ولو عايزينه ينزل بسرعه اكتبولي في الكومنتات. مشتاقين نعرف ايه هو اللي عملتيه بالقطعه اللي كانت. ايوه دي هي، بصي هي شكلها بنت موت، هي كانت شكلها بنت موت تيش. وقد وقعت العبية. زي ما انتم شايفين كده، القطعه دي كده خلاص باظت، بس استغليناها وهوريكم هستغلها ازاي بس في الفيديو الجاي. المهم انا كده مكتفيه بالثمان قطع اللي عندي دول، وهبتدي ازوق فيهم. انا بجيب الورق بتاع الكب كيك وبفرده كويس، وبعد كده بحط فيه قطع على بعضها. تمام كده تمام. تقدري انت كنتي تقطعي القطع اصغر شويه، وكانت هتعمل معاكي 12 مش 10 كمان. يعني لو كنت رفعتي زي المحلات بالظبط المقاس بتاعهم، كنت هترفعي اكتر من كده. اهم حاجه وانت بتقطعي لما بتطلعي المنشار بتاعك بتمسحيه كويس من بعد كل تقطيعه والتانية. تمام كده، علشان الكريمه بتاعتي ما تبوظليش الشكل من فوق. كمان يعني لو الكريمه بتاعتك او انت كنتي حاطه الجاتو او التورته بتاعتك في الفريزر، لازم المنشار يكون سخن، تنزليه في ميه سخنه وبعد كده ترجعي تقطعي بيه. تمام كده. التفاصيل البسيطه دي بتطلع شكل اهو. ده بقول لكم بصوا، مش هرميه بس هشيله وهوريكم هعمل بيه ايه بعد ما ما اخلص. تمام كده تمام. المهم طلعت من الصاج ده اهو، يعتبر 8 قطع محترمين قوي وكبار زي ما انتم شايفين. هبتدي ازوقهم بابسط التكاليف بكريس عادي خالص. وكمان ده كمان شوكولاتة شيبس بس كبير شويتين، سوري كريسبي بس كبير. كمان جبت حبة كريسبي ابيض وحبة كريسبي من اللي هو الشوكولاتة العادي. يعني تزويق بسيط جدا من غير بقى ولا قمع ولا كيس حلواني ولا كريم شانتيه تاني. يعني عملت لكم النهارده الجاتوه بطريقه سهله عن المره اللي فاتت، ومش هسيبكم غير لما انتوا لازم تجربوه. يعني عملتها لكم بالسبونج وعملته لكم بالسبونج البيتي والمحسن الكيك، والمره دي عملته لكم بالكيكه الفudge. كيكه الفudge من الكيكات الروعه اللي بتستخدم في التورتات وتستخدم في الجاتوهات، بتطلع طعمها رائع جدا لان هي طعمها معزز جدا بالشوكولاته. فهتبقى هايله، لازم تجربوها وتقولي لي ايه رايكم. سيبولي كومنتات تفرحني منكم، وما تنسونيش في اللايك والشير. كمان اعملوا تطبيقات وصوروها لي ونزلها لي كمان في الكومنتات. بصوا بقى ده شكلها بعد ما تزوق، بجد تحفه جدا، والقطعه كانت جميله يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه نفسي تجربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. يعني احسن من اي تورته او جاتوه تشتروه من بره، حاجه عاملينها بايديكم طعمها خطير. عارفين الحاجات اللي انتم مستخدمينها قد ايه نضيفه وجميله. اشوفكم في